السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، مجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، يدعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا جدا جدا. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني جدا. يا ريت يا جماعه بقى اللي بيشوفنا او بيتابعنا لاول مره في القناه يشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يصلك اي اشعار اي فيديو ان شاء الله ننزله. ما تبقاش بخيل وصلى على سيدنا الحبيب النبي وادعم الفيديو بلايك. اهم حاجه ادعم الفيديو بلايك. حلقه النهارده يا شباب هنتكلم عن ابدا مشروع الارنب بكام يا ابو نرمين، او يعمل له دراسه جدوى يا ابو نرمين. الارنب هيكلفنا قد ايه عشان نعمل مشروع الارنب؟ شوف الحلويات، شوف حلويات ما شاء الله، بسكوت وحلويات يا جماعه، حاجه ما شاء الله. تمام. هي محتاره تصور هنا ولا تصور هنا من الحلويات؟ تمام يا شباب. واحد يقول لي يا ابو نرمين اعمل ابدا بقد ايه، او المشروع ده الارنب يكلفنا قد ايه لحد ما اشتغل بدايه الشغل؟ بص يا باشا، خدها لك خطوه خطوه كده بالتدريج. وانا بنصح اي مربي ارانب بلاش تشتري بطاريات جديده غاليه. السلكات الجديده يا جماعه غاليه. واحد يقول لي يا ابو نرمين ما هو انا لو ما اشتريتش سلكات جديده وجبت قديم هيكون في مرض والارانب هتموت. مين اللي مش الكلام ده يا حبيبي؟ مفيش الكلام ده. ليه؟ السلكه ده حديد، دي سلكه حديد، تمام؟ بتتغسل وبتتطهر وبتظبط الارنب بتتحط في قلبها، تمام؟ مش معنى كده انت تشتري سلاكه من بره تاخدها من غير ما هتغسلها وتطهرها وتقلب في قلبها، ماشي؟ تمام. يبقى انا اقدر ان اشتري سلاكه استعمال نص عمر 70% 60% ب 1500 جنيه، ب 1500 جنيه. 8 عيوب. بدل ما اروح اشتريها ب 2700 جنيه ولا 2600 جنيه جديده، بالك كده وفرت كام؟ 1200 جنيه. 1200 جنيه. فرق الجديد من القديمه 1200 جنيه او 1100 جنيه يا جماعه. اشتري بهم جوز ارانب، اشتري بهم جوز امهات، وده هتشيل ارنب. والجديده هي يا جماعه هتشيل ارنب. ما دي جديده اهي، كسر زيرو اهي، تمام؟ جديد ده هتشيل ارنب وده هتشيل ارنب، تمام؟ النقطة الثانية يا شباب اللي هيرجع عن كل مربي، أنا لو اشتريت البطارية جديدة نقول 2700 جنيه أو 2600 جنيه وجيت داخل الجيش، جالي عقد سفر مفاجئ وعايز أسافر، جالي شغل في محافظة بره المحافظة وهسافر وهاخد مشروع الأرنب، تمام؟ يبقى أنا هبيع البطارية أم 1500 بال 1500 أو بال 1400 أو بال 1300. إما لو كنت البطارية أم 2700 لو جالي عقد سفر وسافرت هبيع ب 1500 جنيه. ركزوا بقى في النقطة دي يا جماعة. لو أنا جبت بطارية ب 2700 جنيه، تمام؟ اشتغلت بقى شهر 2 3 5 سنة وجالي عقد سفر وهسافر مثلا بره في أي مكان أو في أي بلد، يبقى أنا كده مضطر إن هبيع بطارية ب 1500 جنيه. شوف خصومتي بقى 1000 جنيه. البطارية المستعملة ب 1000 ونص، لو خصومت فرق كنت تصرف فيها 100 جنيه 200 جنيه ممكن تعمل 1000 ونص برضه. ندخل في الموضوع. تبدا مشروع الارنب بطاريه ب 1500 جنيه استعمال نص عمر، ذكر واربع نتيان او ذكر وثلاث نتيان. طب بكام يا ابو نرمين؟ هنفترض ان الام كويسه، حاجه عشار او حاجه كويسه يا جماعه، ب 600 جنيه. يبقى كده 600 و600 1200 و1200 ادي كده 2400 جنيه. 2400 جنيه. هنقول 2000 ونص. 2000 ونص. وادي 1000 ونص ادي كده 4000 جنيه. بقى مشروعك مكون من ذكر واربع نتيان، ذكر وثلاث نتيان، ماشي؟ ب 4000 جنيه. النهارده ب 4000 جنيه. وتاخد لك كمان شكاره علف ب 390 جنيه. انا مزود بيها لك يا جماعه، تمام؟
دخلت لك في 4300 جنيه المشروع بتاعك، يبقى انت كده 4300 جنيه تقدر تفتح مشروع ارانب زي الفل في قلب ده مكون من الذكر والثلاث نتيان. طب الذكر والثلاث نتيان يقولوا له كده ولا مين؟ تعالى بقى اوريك يا حبيبي. بص يا باشا، وانت ورزقك عد كده الصلاة على النبي. دول كام أرنب؟ 7 باينين كده؟ أهم، أدا 1 2 3 4 وأدا 5 6 7. دول 7 أرانب. تعال هنا كده يا هشام. دول كام؟ ده عد كده. 2 اسمر، 1 ابيض و4 اصفر. دول 7. ادي كده 7 و7 كام؟ 14 ارنب. اهو يا جماعه مجوره كده يا اولاد. ادي كام؟ 14 ارنب. ادي 7 و7 14. هنا تعالى هنا كده يا شباب. دول كام يا جماعه؟ 1 2 3 4 5 6 7. واحد دخل. ثواني، دول 10 اساسا. اهو يا جماعه دول كده 10 ارانب. دول 2 4 1 مادة بوز اهوت. ادي كده 5 تمام. وادي ال5 تاني اهم يا جماعه، 2 اهمت و3 اهم، كده 10 ارانب. ادي كده دولت 7 و7 14 و10 24 ارنب. 24 ارنب من 3 نتيان. جابوا لك 24 ارنب. لا خلونا يا جماعه 21 ارنب. 21 ارنب، يبقى كل 7 ارانب. طب دولت 24 ماشي؟ لا نخليهم 21 ارنب، مش وحشين. ما هماش وحشين. تمام؟ كيلو اللحمه النهارده يا جماعه ب 110 و 105 وب 100 جنيه. هنحسب على 100 جنيه. هنحسب على 100 جنيه. لما نشوف ارنب زي كده يا جماعه اهو لسه ما اتفطمش ونحطه كده على الميزان كده يا شباب. زي يا جماعه اصفار اهو، اصفار اهو يا شباب، باين كده في بتاع اصفار اهو. ادي ارنب 830 جرام ولسه ما اتفطمش. لو هنضرب في 100 جنيه ب 80 جنيه، ب 82 جنيه يا جماعه. تمام؟ ده في 100 جنيه بس. في الكيلو ب 82 جنيه. 82 ماشي كده. 82 جنيه يا جماعه في 7 ارانب ماشي. شوف بيقطع معاك قد ايه. شوف بيجيب معاك فلوس قد ايه. ماشي؟ يعني دولت عدوا معاك ال 500 جنيه. الارانب عدت معاك ال 500 جنيه وهي لسه ما اتفطمتش. 7 ارانب عدوا معاك ال 500 جنيه بزياده عن ال 500 وهم لسه ما اتفطموش. يعني جابوا حق الام. جابوا حق امهم. هم لسه بيرضعوا من امهم. لسه بيرضعوا ايه؟ من امهم. والتاني نفس الطريقه ودول نفس الطريقه. انت لما شغال بيكسب بس بيكسب انت لو انت شغال بنظام. شغال ارنب كويس، سلاله بترضع كويس، علف كويس، مكان كويس. انت نفسك معاك المكان للارنب انت تنام فيه. مكان انت تنام فيه. يبقى احنا ممكن نبدا بكل ارنب ب 4250 جنيه و 4200 جنيه او 4300 جنيه. ربنا يكرمك ويبقى عندك مشروع ارنب تاكل منه عيش جنب شغل. اصل الثلاث ارانب يا جماعه والبقر ما يفتحوش بيت. ما يفتحوش بيت، بس يبقى عمليه تزويد للدخل. تزويد للدخل. دول يا جماعه 7 ارانب قلنا معديين ال 500 جنيه ولسه ما اتفطموش. لو اتفطموا هيتباعوا بكام؟ انا لما اجيب معاك 2 كيلو
بقى ب 200 جنيه في 7 بكام يا جماعه؟ 2 في 7 14 ب 1400 جنيه. ب 1400 جنيه. خلوهم ياخدوا شكاره علف ب 400 جنيه. تمام؟ خلوا بالك شكاره علف ب 400 جنيه. يبقى معاك 1000 جنيه. حسابي زي الكتاب بس بعقلك انت اشتغل بعقلك. واحد يقول لي يعني يا ابن مين اشتغل عليك بس تقضيهم. يا باشا الارنب ده ياكل من يوم ما يتفطم لحد ما يتباع 3 كيلو علف. ارنب ده من يوم ما افطمه لحد ما بيعه هياكل 3 كيلو علف. 3 كيلو علف. 3 كيلو علف يا جماعه الشجره 25 كيلو. يبقى ال3 في 7 ب 21 كيلو. يعني حتى ما كانوش شقار. انا بقول لك شقار. ادي لك مثال النهارده 22 12. النهارده 22 12. تعالى كده يا شاوي. انا ده يا جماعه انا فاطمه 25 11. يعني بقى له النهارده 27 يوم مفطوم. الارنب ده يا جماعه اهوت انزل كده بالكاميرا. ما هو مفطوم يوم 25 11. ده مفطوم 25 11. تمام؟ طب ما تيجي نحطه كده على الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده الارنب المفطوم بقى له 35 بقى له 27 يوم مفطوم. برضه قد ايه؟ الصلاة على النبي. 2 كيلو 25 جرام. اهو. وادي 2 كيلو 180 جرام. اقسم بالله العظيم انت راضي 37 يوم 37 يوم و35 و27 يوم فطار. يعني كده كام يا جماعه؟ بالظبط كده دخل في 60 يوم او 65 يوم. ده ارنب 5 ولا كده 65 يوم بالظبط. 65 يوم 2 كيلو 185 جرام. وده 2 كيلو يا جماعه في 65 يوم. العلف يا جماعه عامل اساسي يا شباب. العلف عامل اساسي. اقسم بالله العظيم لو رحت فيديوهات الفطار هتشوفوه. اللي ده مفطوم يوم 25. مفطوم 25 11. والنهارده يا جماعه 22 12. النهارده 22 12. ماشي يا شباب؟ الحمد لله كله يرجع علف سلالة كويسه الدنيا تبقى ماشيه معاك حلوه. الارنب حاجه يا شباب. الارنب ده اللي قلت لكم يا جماعه اللي جه على الميزان 800 جرام. تمام؟ ده اصلا مولود يوم تعالى كده يا شباب يوم 20 11. مولود يوم 20 11. يعني كده بالظبط بقى له النهارده 32 يوم. 32 يوم. وزنه 800 جرام. وزنه 800 جرام. فهمت يا شباب؟ فابدا مصروف الارنب لما قلت لك ب 4000 و 200 جرام. يلا ناخد جوله كده ونشوف الشغل بقى المراحمه جايه تاخد النهارده ان شاء الله. ادي يا شباب. ادي الحلويات يا جماعات. ناخد جوله كده على الشغل ان شاء الله. حلويات وبسكويت ما شاء الله ربنا يبارك اهو جوه بره. متع نظرك وصلى على سيدنا الحبيب النبي. صلى على حبيب قلبك يطيب. اهي ما شاء الله ان شاء الله. متع نظرك. شغل يا جماعه طالع النهارده ان شاء الله مرحمه ان شاء الله ربنا يبارك اهوت. ان شاء الله حاجه جميله جدا. تعالى كده يا شباب. يا جماعه شوفوا طالع النهارده اهو سيلفر ان شاء الله. بابيون ان شاء الله ربنا يبارك. ديتش هولندي ربنا يبارك. ماشي. متع نظرك وصلى على حبيب قلبك يطيب ان شاء الله. حاجات محترمه جدا. متع نظرك. دي يا جماعه ان شاء الله عشار. عشار اهي
ده والده يا شباب ما شاء الله. دي الشغل اهو. بسكوت ما شاء الله ربنا يبارك. دي ان شاء الله يا جماعه برضه ام رحمه هتاخدها النهارده. يعني يا جماعه قاعده بتنفى شعرها يا شباب، انا خلاص على اولادي. خدت بالك بس هي حجزها خلاص، يعني هي حظها هتاخدها بقى بشعرها. تمام يا شباب. ان شاء الله. حلويات اهيت. تمام. ده برضه يا شباب بتجهز اهي يا جماعه. برضه ام رحمه حجزها بتجهز اهي برضه الولاده. معانا طول يوم 28 يعني السنه 6 ايام. تمام. دي يا جماعه برضه بقره اهمت عشار ما شاء الله. اهمت بقره عشار ربنا يبارك اهو يا شباب. حاجات جميله جدا اهو يا شباب. ربنا يبارك لك يا ام رحمه فيهم. تمام. هنا كده ان شاء الله ام بعيالها ربنا يبارك. حاجه لسه هنا برضه يا جماعه ما شاء الله. ادي عيالها ربنا يبارك. ربنا يبارك لك يا ام رحمه ما شاء الله. حاجات جميله جدا. ثم يا جماعه عيال ما شاء الله عيالها ربنا يبارك. ادي برضه يا جماعه برضه على اولاده ماشي بالجاهز اهي. لا بره دي بكريه يا جماعه، بكريه على اولاده متوقعه 23 يعني معانا بكره اليوم ال 30 له يا شباب. بكره اليوم ال 30 له بكريه برضه على اولاده. حته بلجيكا ما شاء الله جميله جدا اهي ما شاء الله اهيت. برضه ام رحمه واخداها ربنا يبارك لها. تمام. واحنا تحت امر الجميع. اي حد كان محتاج اي حاجه تحت امره. العدد بتاعنا متوفر له. تعالى يا باشا. العدد تصلي على قلبك كتير. ده حالتنا يا جماعه بفضل الله. حاجه محترمه جدا. تعالى كده. برضه يا جماعه ام رحمه واخده ديت هي حته برضه بكريه. تمام. لسه شابه 3 كيلو الا ربع برضه واخداها. طبعا ده دول ياسر حمزه واخد الاربعه دول يا شباب حاجزهم خلاص. تمام. ذكر وثلاث نتيان ان شاء الله ربنا يبارك. حاجز دولت ماشي اهمت 2 بابي اصفر اهو ان شاء الله ربنا يبارك. ونلعب بقى فوق ان شاء الله. انا فوق بنرمين. تمام. واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه مننا تحت امره. رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 9 175 010 28 35 9 175. اشكركم حسن المتابعه. ما تنساش بقى انت تعمل اشتراك في القناه وعلى السلام على الكل. اشكركم حسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.